من يوم ما الإنسان بدأ يتواجد على الأرض كان بيحاول يفهم كل اللي حواليه. الطبيعة كانت لغز كبير، كان رد فعله الغريزي هو أول وسيلة ليه عشان يفهمها، لكن ممكن الردود الأولية دي اللي ظهرت من داخل الغريزة تكون هي البداية لفهم أسرار الكون. في الكهوف الإنسان بدأ يرسم أول تصورات، حفر خطوط على الجدران عشان يعبر عن رؤيته للطبيعة. كان بيواجه المطر والرياح والعواصف وكأن الطبيعة هي عدو وهو اللي بيحاول يسيطر عليه. ومع مرور الوقت الأدوات اتغيرت، لكن الرغبة في التعبير موقفتش. الأساليب اتطورت والإنسان اتعود يفرض سلطته ويروي قصصه من خلال التصميمات والزخارف والرموز. ولكن هل السر في قوة التعبير؟ وهل الرسومات الأولانية دي هي بداية حوار الإنسان مع الطبيعة؟ ولا يمكن التصميم هو المفتاح لفهم اللي حوالينا؟ يلا بينا نغوص في أعماق التاريخ ونكتشف كيف حاول الإنسان أن يسيطر على العالم من حواليه. هل هنحتاج دلوقتي لغة جديدة عشان نعبر عن قوتنا في العصر ده؟ الجواب في إيدينا وفي التصميمات اللي هتصنع المستقبل. النهاردة هنحكي قصة طويلة جدا، قصة التصميم الجرافيكي من أيام ما الإنسان الأول كان بيرسم على الكهوف لحد ما الطباعة غزت العالم كله. استعيدوا الرحلة من أول رسوم الكهوف لحد التكنولوجيا اللي بنستخدمها النهاردة. خلينا نبدأ بأول دليل على وجود التصميم، كهوف لاسكو في فرنسا اللي فيها رسومات عمرها أكتر من 16 ألف سنة. الناس وقتها كانوا بيرسموا الحيوانات على الجدران، وده مش عشان الفن، لأ، كانوا فاكرين إن الرسومات دي ممكن تحميهم من الشرور أو تساعدهم في الصيد. شوية بشوية الإنسان بدأ يطور الرسومات دي. السومريين كمان كانوا أول ناس يستخدموا الكتابة مع الرسومات، حاجة زي الميمز كده بس على الطين. مش بس كده، دول كانوا بينقشوا الصور على أختام اسطوانية اللي ممكن نقول إنها أول شكل للطباعة. نيجي بعد كده لحمورابي في العصر البابلي. الراجل ده مش بس كان ملك، ده كمان عمل أول تصميم معماري قانوني، عمود فيه 282 قانون، وده يعتبر أول استخدام للأعمدة في التصميم. نيجي بعد كده للصينيين اللي ليهم الفضل في تطوير الورق حوالي سنة 105 ميلادية، ومعاهم ظهرت الطباعة الخشبية. كانوا بينحتوا الكتابة والصور على خشب وبيطبعوها على ورق. يعني من الآخر الصينيين دول كانوا سابقين زمان زي دلوقتي بالظبط، بس اللي جه بعدهم هو اللي عمل الثورة الحقيقية، يوهان جوتنبرج في ألمانيا اللي اخترع المطبعة في القرن ال15. الكتب بقت في متناول كل الناس مش بس الأغنياء. وفي الآخر التصميم الجرافيكي مش مجرد فن، ده كان وسيلة للتواصل والحفظ التاريخ والتعبير عن الأفكار. من نقوش الكهوف للكتب المطبوعة لحد تصميمات السوشيال ميديا النهاردة، التصميم الجرافيكي كان دايما جزء أساسي من حياتنا. لو عجبك الفيديو ده لا تنسي الاشتراك لو كنت على اليوتيوب، وإياك تنسى الفولو لو كنت على التيك توك. أما الانستجرام يا عيني عليه، يا سلام يا سلام.